بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. السيدات والسادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل رمضان وأنتم بخير وعافية وأمن وأمان. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا للصيام والقيام، وأن يجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم. أحبتي الكرام، حديثنا هذا العام عن البيت السعيد. حديثنا الذي سيبدأ منذ هذه الليلة المباركة هو حديث عن أغلى شيء يمكن أن تمتلكه أمة من الأمم. حديثنا عن أغلى ثروة من الثروات. حديثنا عن كنز لا يقدر بالدرهم ولا بالدينار ولا بالذهب ولا بالفضة. حديثنا عن الأسرة التي هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، والذي يعود إليه سبب نجاح أو فشل أي مجتمع. يقول ابن خلدون رحمه الله في مقدمته الشهيرة: إن الدول ترتقي وتنحط بقدر ما تكون الأسرة فيه قوية أو ضعيفة. وعليه فمن الواجب إذن أن نتحدث عن الأسرة ومقومات نجاحها، وعن تلك المشاكل التي تواجه أسرنا. ولمشاكل الأسر في المغترب منحا لوحده وهم من نوع آخر. فالواجب إذن أن نتعاون على إزاحة هذه الهموم بقال الله وقال الرسول، ونستهدي بنور القرآن الكريم والسنة المطهرة. وقد أحسن بعض السلف عندما قال: اغسلوا خمسا بخمس، اغسلوا خمسا بخمس، اغسلوا عيونكم بدموع الندم، واغسلوا ألسنتكم بذكر خالقكم، واغسلوا قلوبكم بخشية الله، واغسلوا ذنوبكم بالتوبة، واغسلوا مشاكلكم بقال الله وقال رسوله. اغسلوا عيونكم بدموع الندم لما قصرتم بحق الله عز وجل، وعما انتهكتم من محارم الله عز وجل. واغسلوا ألسنتكم بذكر خالقكم، لأن الذكر يرضي المولى عنكم ويجزل المولى لكم فيه العطاء. يقول مولانا ربنا عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الذكر يزيل الهم ويعلم الإنسان مراقبة الله عز وجل، مما يؤدي بك إلى مرتبة الإحسان، تلك المرتبة التي تعبد الله فيها كأنك تراه. واغسلوا قلوبكم بخشية الله. الخشية تألم القلب معرفة لجلال الله وهيبته. ولذلك العلماء يقولون: لا تنظر إلى صغر معصيتك، ولكن انظر إلى من عصيت أمره. وكان يروى عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يرتعد عندما ينادى لإقامة الصلاة، فسئل: لم ترتعد عند إقامة الصلاة يا إمام؟ فكان يقول: أتدرون بين يدي من سأقف؟ واغسلوا ذنوبكم بالتوبة، لأن التوبة تجب ما قبلها. واغسلوا مشاكلكم بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن لنا في رسول الله الأسوة الحسنة والمثال الكامل. لكل هذا جاء برنامجنا هذا لنزيل الهموم ونحل المشاكل بقال الله وقال رسوله. فحديثنا إذن عن البيت، عن الزواج، عن العلاقة بين الرجل والمرأة، عن الأولاد، عن تربيتهم، وحتى عن الطلاق كخيار مر قد نضطر إليه. عن الأسرة التي لها مكانة خاصة وعالية في الإسلام. الذين تدرسوا في العلوم الشرعية يعرفون، نحن ندرس عندما نتتلمذ في العلوم الإسلامية 3 أقسام: ندرس العقيدة، وندرس الفقه، وندرس الأخلاق. ندرس قسم العقائد أو العقيدة
وهي مباحث تتعلق بالألوهية وبوحدانية الله تعالى وقدرته وعظمته وصفاته وأسمائه، وكل ما يتعلق بالنبوات والرسالة ونبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ما يتعلق بالغيبيات من اليوم الآخر والقضاء والقدر والقبر والجن والملائكة. فكل هذا قسم ندرسه تحت بند العقيدة. وقسم آخر هو قسم الأخلاق أو السير والسلوك، وهو يبحث في الأخلاق الحميدة للحث عليها والالتزام بها، كالصدق والأمانة والوفاء بالوعد والإحسان إلى الناس، والأخلاق الرذيلة للحذر منها والابتعاد عنها، كالغيبة والنميمة والشح وإعجاب المرء بنفسه والكبر والكذب وغيرها. وقسم ثالث هو قسم التشريع أو قسم الفقه. ثلث هذا القسم يتعلق بالأسرة وأحكامها، بدءا من مراحل قبل الزواج كالخطبة، مرورا بالزواج، وانتهاء بحل العقدة الزوجية إما بالوفاة أو الطلاق. ولذلك القرآن الكريم تناول أحكام الزواج والأسرة وما يتعلق بها من خلال 146 آية، وهذا يدلك على أن الأسرة أمرها أمر عظيم. كتاب ينزل من السماء فيه 146 مادة تتحدث عن الأسرة، عن الزواج، عن الأب، عن الأم، عن الأولاد، عن النفقات، عن الإرضاء. لا شك إذن أمر الأسرة أمر عظيم ومهم. النبي صلى الله عليه وسلم تحدث في أحاديث لا تكاد تحصى عن الأسرة لكثرة هذه الأحاديث ووفرتها، مما يدلك على أن أمر الزواج والأسرة أمر عظيم ودعوة إلى الزواج. الذي أريد أن أقرره لكم اليوم كمقدمة أن منشأ الأسرة، هذا الأمر المهم، منشأه قائم على تلك العلاقة بين الرجل والمرأة، من خلال تلك الشهوة التي غرزها الله ووضعها الله في نفس الرجل للنساء وفي نفوس النساء للرجال. هذه الشهوة ليست قذرة وليست نجسة وليست شيئا تتأفف منه النفوس، فالله قد وضع هذه الشهوة في نفس الرجل وفي نفس المرأة، والله سبحانه وتعالى قد غرزها في نفوسهم لحكمة. الله سبحانه وتعالى الخالق لهذا الكون العظيم والقادر على كل شيء، وأمره متعلق بين الكاف والنون، كن. فإذا أراد الله أن يكون عدد معين من البشر في هذا الكون 1,000,000,000 10 مليار 100 مليار، كان الله سبحانه وتعالى قادرا أن يقول كونوا في الدنيا 10 مليارات، مليار مليار مئات المليارات، كنا نكون ذلك العدد الذي أراده الله. لكن الله جلت قدرته أراد لهذا الكون أن يتكاثر الناس فيه من خلال علاقة تنشأ بين الرجل والمرأة، أرادها من خلال سوق الرجل بهذه الشهوة إلى هذه المرأة حتى يتزوج وحتى يتناسل النوع البشري، حتى تتحقق الخلافة التي أرادها الله تعالى من خلق الإنسان في هذه الأرض، عندما يصرح القرآن وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وحتى يتحقق الإعمار الذي أراده الله من خلق الإنسان في هذه الأرض، في هذا الأرض. الله سبحانه وتعالى يقول هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. ولا يمكن ولا يتأتى هذا الرقي بهذه الغريزة إلا بالمقدار التي وضعها الله عز وجل في المكان الصحيح. فالإسلام لا يرى هذه الشهوة قذرة أو نجاسة أو شيء ينبغي أن ينفر عنه. صحيح
يمكن أن تكون قذارة، ويمكن أن تكون نجاسة عندما تتحول إلى هوس للعقل، وعندما تنحرف عن المسار الذي وضعه الله تعالى لهذه الشهوة، وعندما تبتعد عن منهج الله عز وجل. أما عندما تمشي في الإطار الذي رسمه الله تعالى ووفق منهج الله، فتلك عبادة من أرقى العبادات. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن مولانا محمد عليه الصلاة والسلام قوله: وفي بضع أحدكم صدقة، أي وضع أحدكم لنطفته أو مائه في مكانها الصحيح في رحم زوجته يكون له فيها صدقة. وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فالغريزة الجنسية التي بالاستجابة لها يبقى نوع الإنسان ويستمر، وهي غريزة قوية عاتية في الإنسان، من شأنها أن تطلب متنفسا تؤدي فيها دوره، فإما أن تطلق لها العنان تسبح أين شاءت وكيفما شاءت بلا حدود توقفها ولا روادع تردعها من دين أو خلق أو عرف أو مجتمع، كما هو الشأن في المذاهب الإباحية التي لا تؤمن لا بالدين ولا بالفضيلة. وفي هذا انحطاط بالإنسان إلى مرتبة الحيوان، وإفساد للفرد والأسرة وللجماعة كلها. وإما أن تصادمها وتكبتها كما هو الشأن في مذاهب التقشف والحرمان والتشاؤم، وفي هذا وأد للغريزة وتعطيل لعملها ومنافاة لحكمة من ركبها في الإنسان وفطره عليها، ومصادمة لسنة الحياة التي تستخدم هذه الغرائز لتستمر في سيرها. وإما أن يضع لها حدودا تنطلق في داخلها وضمن إطارها دون كبت مرذول ولا انطلاق مجنون، كما حثت عليه الأديان السماوية كلها التي حرمت السفاح وشرعت النكاح الزواج، وخصوصا الإسلام الذي اعترف بهذه الغريزة فسير سبيلها بالحلال بالزواج، ونهى عن التبتل واعتزال النساء، كما حرم الزنا وملحقاتها ومقدماتها أشد التحريم: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وهذا الموقف هو العدل والوسط، فلولا شرع الزواج ما أدت الغريزة دورها في استمرار بقاء الإنسان، ولولا تحريم السفاح وإيجاب اختصاص الرجل بامرأة ما نشأت الأسرة التي تتكون في ظلالها العواطف الاجتماعية الراقية من مودة ورحمة وحنان وحب وإيثار. ولولا الأسرة ما نشأ المجتمع ولا أخذ طريقه إلى الرقي والكمال. فهيا بنا إلى أن ننشئ الأسر، وأول ما ننشئ به الأسرة الدعوة إلى الزواج. دعوة إلى الزواج موضوعنا غدا إن أبقانا الله من الأحياء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.